ابراهيم فايق بعد الماتش، هنجي لك لكل حاجه. ايه انت فين؟ كابتن هاني ابو ريده بحملك المسؤوليه. اتحاد الكوره، ايه ده شيكا؟ سيبنا يا شيكا، سيبني. انت ما بتعرفش انا فيها ايه؟ منظرنا بقى وحش. ليه؟ ليه؟ حملها لمين؟ كابتن هاني ابو ريده بتاع. مع اني كنت متغاظ جدا من المباراه، بس قعدت اضحك على الحاجات ديت يعني. ليه؟ اصلا الاعلاميين دول من النوعيه ديت اكتر ناس ضيعونا، يعني اكتر ناس ضيعونا وخدعونا. هم الناس دي حقيقي. هم الناس دول، هم الناس دول اللي هم اصلا كلهم مع بعضهم شله كبيره وقصه قايمه على معارف واستضافات بشكل معين، وما بنتكلمش على حد وحش. واكتر ناس الاعلام دوت يا يوجهك صح. الاعلام ده هو انعكاس لاي شيء بيحصل. اعلام رياضي، اي نوع من انواع الاعلام بقى، فاهم؟ اعلام دي هو انعكاس للحاله اللي انا عايز انقلها لك. فالاعلام نفسه عمره ما عكس لنا حقيقتنا. يعني الاعلام نفسه بيستضيف في لعيبه وبيقول في انجازاتنا وبيقول في حالاتنا الجميله وبيقول في تطورنا وبيقول في الحاجات دي. مفيش حاجه من دي اصلا موجوده. وبرامج بالليل وقهوه فايق ومطعم عم عبده، فاهم؟ وصالون حلاقه عم ما اعرفش مين، اللي هو اصلا ما بتشوفش البرامج ديت اللي موجوده في مصر بس. يعني انت لو لفيت الاردن والمغرب وتونس ايران والعراق مش هتلاقي اصلا فيهم دوله عندها بالليل كميه البرامج دي، واللي اساسا في الاخر ما بتقدملكش اي حاجه، ما بتفيدكش اصلا في حاجه خالص. فعندنا كميه برامج كتيره جدا بالليل، احنا الوحيدين. وسمعتنا في الحته دي معروفه قوي بالنسبه للوطن العربي، اللي هو كميه البرامج بتاعتنا ديت. هي بتبقى عاده برامج ايه؟ قناه بتبقى عندها وقت فاضي فعايزه تحط فيه جزء رياضه، فبتشوف مين اللي قاعد دلوقتي من الرياضيين وعلى قد امكانياتي الماديه، فبجيبه واحطه في الساعه ديت، وبجيب له ناس يستضيفوه، بقدم له السكريبت، وبنجيب شركات اعلانات تطلع الاعلانات، ونقعد بقى نتكلم ونقبتي بقى يا كابتن ونقول يلا وكده يعني. لكن هل الاعلان ده كان بيعكس لنا حقيقتنا وبيناقش قضايانا وبيناقش ضعفنا وايجابياتنا وسلبياتنا وبيقول وبيتكلم وبنعمل حاله عامه كلنا يوميا، وبنبقى مركزين على حته معينه عشان الراي دوت يوصل، ونعمل ضغط على اتحاد الكوره ونعمل ضغط ان احنا نغير؟ ما كانش فيه الكلام ده كله. فابراهيم فايق الجمله اللي بعدها الحقيقه لما عملوا بعد الماتش ده كان بالنسبه لي مضحك جدا. انت اكتر واحد كنت بتجيب الناس دي كلها وبتستضيف كابتن حلمي طولان وبتجيب ناس كبيره جدا وتقعدوا تهزروا وتقولوا كلام جميل جدا مع بعض، مش رقم حياتنا. وتتكلموا طبعا في التكتيك وازاي الناس بتتحرك وازاي الناس بتعمل الكلام ده كله. هو عاده فعلا مش موجود، والله الرئيس ما قالش حاجه من دي موجوده خالص. قال لك الكلام ده اتناقشوا في اوروبا. النهارده السوشيال ميديا هتمسك كل العالم ديت بالليل، تمسكهم ايه؟ كله هيشتغل وتطلع الحميه بتاعت السوشيال ميديا والكلام ده كله، ونطلع برامج بالليل. لكن لو انت عايز ترمي اللوم بجد، اوعى تروح ترمي اللوم على الفرقه دي، ولا تروح ترمي اللوم على المدرب. وخليك فعلا كده منطقي. انا النهارده راجل لعيب ورزقي كتب لي ان انا اكون موجود في الكوره من ضمن 120 مليون. الحمد لله. قالوا لي تعالى العب، هقول لا؟ اكيد هقول اه. انا امكانياتي كده يا عم، اعمل لك ايه؟ وقالوا لي تعالى العب، اعمل لك ايه؟ انا ما حدش طورني. انا رحت اختبرت، خدوني، طلعت لعبت، لقيت نفسي كده والحمد لله على كده. طب المدرب، انا راجل قاعد قالوا لي تعالى امسك منتخب مصر، هقول لا؟ ما تخليك بس تتكلم كده اهو. هو الطبيعي، الطبيعي ان يبقى في ناس عندها جرأة وتقول انا مش هقدر اروح، معيش منتخب قوي مش هقدر اقدم بيه حاجه. ده انا يعني دي احترام قوي جدا، بس ده مش موجود عندنا. ليه؟ لان احنا ما بنقفش عند حقائقنا. احنا الفرصه منين انتشك؟ انتشك منين يا فرصه؟ انتشك منين يا سبوبه؟ اجيبك منين يا مصلحه؟ فاحنا ما عندناش الكلام ده ان احنا نبقى صراحه مع نفسنا. لا والله انا مش هقدر اروح، ما عنديش عناصر كويسه، مش هقدر اروح. فاحنا ما عندناش كده. ثانيا يا جماعه، نقوا مديرين فنيين ما يكونش سنهم كبير، لان ممكن الضغط في بعض الاحيان او كده ممكن حد يقع مننا، او انك ما تلاقيهوش قادر يقوم على الخط يدي المردود اللي انا عايزه من المدير الفني على الخط. لان زي ما انت حضرتك شايف ما عندناش حد جهاز فني اصلا موجود على الخط بيدي اللاعيبه اي نوع من انواع المسانده او الزعيق او ده برضه مش موجود. انا مش هتكلم على الناس دي قوي يعني، لان ايه؟ المنظومه ضايعه. وانا هنا كلمتك اكتر من مره قلت لك ايه؟ لا تنتظر كثيرا من اي منتخب من المنتخبات المصريه، ما تستناش يا ابني. ايه؟ المنظومه كلها بايظه، فانت ما تستناش حاجه. الشباب، منتخب الشباب، المنتخب الثاني، وقلت لك الحلقه اللي فاتت برضه، وهي الجلابيه، وهتلاقي هو المنتخب الكبير. احنا بنخرج من الادوار الاولانيه اللي هو عارف ايه؟ يلا يا جماعه في بطوله كبيره وجبنا ناس كتيره، اقلش لي بقى العالم اللي ملهاش لازمه كده من الدور الاول، طلعوني تيك 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 تيك. انا طاير، انا طالع على طول من الدور الاول. انا مع الناس اللي طالعه على طول. ليه؟ عشان اسيب الناس الحلوه تبتدي تصفي مع نفسها. امال احنا ايه؟ احنا جايين نكمل لكم العدد مش اكتر.
دي حقيقه يا جماعه. وانا احاسب مين؟ انا احاسب مين؟ انا، ما هو انا ليا في المنتخب ده يا جماعه، انا كمصري ليا في المنتخب ده، ليا فيه. انا احاسب مين؟ انا مش انا كمصر نحاسب مين؟ نروح لمين نقول له تعالى هنحاسبك؟ تعالى قول لي عملت ايه، تعالى قول لي منظرنا كده ليه، تعالى قول لي جبت لنا الضغط ليه؟ ما تيجي تقول لي احاسب مين؟ ما يعرفش احاسب مين، مش هلاقي حد حاسبه. احاسب مين يا راجل؟ ما فيش حد حاسبه. طبعا المنتخبات احنا اتفاجئنا كلنا، معظمنا اتفاجئ ايه الناس دي، ايه العرب دول، ايه المنتخبات الحلوه دي. لكن زي ما قلت لك برضو في الحلقات اللي فاتت، احنا نمنا عشنا على الذكريات، وعشنا على الامنيات، وعشنا على الحضارات، وعشنا على الكلام ده كله، والناس التانيه قالوا لنا خليكم في اللي انتوا فيه. كله اتطور، كله عري، كله راح، كله عمل فرقه، كله بقى بيقدم شكل للمنتخب بتاعه محترم، على الاقل خالص شكل كوره، على الاقل في كوره بتحصل. احنا ما عندناش كوره بتحصل خالص، ما عنديش حاجه بتحصل خالص. انا مش عايز امسك في المنتخب ده بحد ذات المنتخب ده، ولا المنتخب الكبير، ولا مش عايز امسك فيه. ليه يا جماعه؟ انا خلاص بعد ما شفت تجربه المغرب صحت جوايا حاجات كتير. بعد ما شفت تجربه المغرب واللي عملته المغرب، قدرت فعلا افهم واقتنع ان النجاح وانك تتغير مش مجرد كلمه في برامج بتتقال بالليل. عرفت منهم يعني ايه ناس بتشتغل، وعرفت منهم يعني ايه منظومه، وعرفت منهم يعني ايه اكاديميات صح، وعرفت منهم يعني ايه ناس بتحب بعض، وعرفت منهم نجنب السبوبه ونجنب الكره، وعرفت منهم ان احنا نتلم كلنا تحت علم واحد، وعرفت منهم كلهم يعني ايه مشروع، يعني ايه ان احنا نعمل حاجه تنجحنا كلنا، فتبقى منظومه الكوره من تحت لفوق كلها ماشيه صح. المغرب كشفت عورات كتير جدا موجوده عندنا قوي، وفي اي منظومه فاشله وفاسده. المغرب كشفت الكلام ده بما لا يدع مجال للشك، عرفت الدنيا كلها فعلا. احنا عرفنا احنا فين، وعرفنا خلاص ان احنا بنتزيل الدول جميعا على جميع الاصعده في الكون. خلاص هي دي حقيقتنا. كان عندنا امل النهارده، ولو انه كان امل ضعيف، بس هو املنا. اي انسان عنده امل، فاحنا برضو كان عندنا امل. عارفين ان احنا وحشين، لكن عندنا امل. عندي امل ان انا اعمل اي حاجه. لكن نزلت الماتش لقيت اللي هو ايه، ما بالراحه يا عم، في ايه ما بالراحه؟ ما انتوا كده كده صاعدين. ليه يا فندم؟ ليه بتعملوا فينا كده؟ ما انتوا كده كده صاعدين. لكن لا، مش حاجه اسمها كده كده صاعدين. الكلام ده ما ياكلش معانا. عايزين ننزل، وعندنا ناس قاعده بره عايزه تنزل تثبت نفسها، في مدرب بره قاعد عايز يثبت، وفي لا. طيب تعالى، انا والله متضايق ان انا ممكن اتكلم في الماتش الحقيقه وفنيات وكوره، متضايق ان انا اتكلم في كده الحقيقه. لكن اللي انا قلته هو ده اللي هتلاقيه تقريبا كله بيتقال على منصات التواصل الاجتماعي بالليل. كله زعلان، كله متضايق، كله ماسك فلان بس ايه، احنا عايزين نتكلم بالنظره العامه، ما تبقاش ضايق وتتكلم في حتت ضيقه صغيره. اتكلم بالنظره العامه خالص. ايه العيال بتاعت الاردن دي؟ ايه العيال دي؟ ايه العيال الحلوه دي؟ ايه العيال الفايتر دي؟ ايه العيال اللي متاسسه صح دي؟ ايه العيال اللي واقفه على رجليها صح دي؟ ايه العيال اللي عندها لياقه بدنيه عاليه دي؟ ايه الناس اللي بتلاقي بعضها دي؟ الناس اللي بتعمل كده وبتعمل كده وبتعمل مرتدات وبتعمل تحولات، والعيال القوه واللي عندهم فايتر مش حد يعدي مني. ايه الناس دي؟ ايه الجمل دي؟ ايه الجرينتا دي؟ ده حاجات كتير قوي. ايه الاستلام والتسلم ده؟ ايه اللعيبه اللي امكانياتها عاليه دي؟ ايه الماشينكان اللي على الجون اللي بتتعمل بتروح دي؟ ايه ده؟ انا ضعيف قوي، انا ضعيف، الانسان ضعيف. كابتن حلمي نزل قال لك اسمع كلام الجمهور والناس والنقد والعب بصانع لعب، ونزل ميدو جابر من الاول. يعني هبتدي بالناس ديت، على الاقل احنا عايزين نكسب. طب لما انت عندك الرؤيه دي والفكره دي من الاول، انك بالناس دي يدوك شكل هجومي عشان تكسب، جبتهم قدام الاردن ليه؟ ما رحتش ابتديت بيهم ليه ماتش اي واحد من الاولانيين؟ الكويت ولا الامارات كانوا اسهل شويه، كانوا اسهل شويه، كنا ممكن نعمل حاجه. لكن ابتدى بدول، وابتدى بحاجه غريبه جدا، ابتدى باكرم. اكرم في الحلقه اللي فاتت قلت لك الحاجه الوحيده اللي ممكن نكون استفدناها من ماتش الامارات ان لعيب زي اكرم توفيق، وقلت لك كده حطها في جيبك، عايز تستفاد منه ارميه ناحيه اليمين وقول له يا اكرم استخدم فخادك وعصبيتك وقوتك واقفل لي الحته دي، ما تعديش حد، هيعملها لك على اكمل ما يكون.
لا النهارده حطه في نص الملعب، فيعني طبعا هو مش عارف يعمل ايه، مش حتته، مش امكانياتي خالص. انا راجل قوي وراجل رخم وراجل بحب اقطع الكوره ومحدش عدي مني، ده راجل في نص الملعب عايزين حد بيبدع، وما كل شويه يمسك الكوره ويقف عايز يحجز ويقف عليها، عايز يبين للعيبه لا انت ما تعرفش تاخدها مني، ما تعرفش تاخد الكوره مني، مش حتته ولا له دعوه بيها. مثلا دي على سبيل المثال، الفرقه نزلت بوم 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 بوم، هجمه ورا هجمه ورا هجمه ورا هجمه، ايه يا رجاله ده انتوا صاعدين، انتوا صاعدين ليه كده؟ لا بوم 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 على طول على الجون، على الجون ده انا هوريك دلوقتي، راح على الجون في الاول مش لاحق، دقيقه ورا دقيقه ورا دقيقه ورا دقيقه ورا دقيقه، رايحين على الجون على طول. طيب مين اللي محتاج الثلاث نقاط، احنا ولا هم؟ تحس ان ايه، لا هم الفايتر اكتر اللي محتاجين، بس صدقني القصه ملهاش دعوه بكده، القصه لها دعوه ايه؟ بالامكانيات. انا امكانياتي قادر اعمل ده، انا امكانياتي كمصر مش قادر اعمل اللي هم بيعملوه، انا امكانياتي ضعيفه. افهم معنى كلمه امكانيات لعيب، لازم تفهم الجمله دي كويس، امكانيات تيم كامل. احنا مش قادرين نعمل ده، احنا مش قادرين نروح. ادونا فرصه ذهبيه في الاول، شايفها بالنسبه لي فرصه ذهبيه ان هم فتحوا الملعب. يعني ايه؟ يعني ميلان مش نفسه ورا، كان فاتح الملعب بيلعب كوره من الاول مفتوح لانه كان بيهاجمني، فبيهاجمني وانا عايز اهاجم، كان الملعب مفتوح، كان عندي فرصه هنا اهوت، ده لو كنت انا قادر اقف على رجلي يعني، او كنت انا فرقه ان اقدر ان انا اعمل حاجه، نقدر اعمل حاجه. ليه؟ لانه لما هيبتدي يلم نفسه ورا وهم اقوياء جدا في كل المراكز الحقيقه، اقوياء جدا، وكمان بيعرفوا يقفلوا الملعب كويس جدا، والتحولات بتاعتهم الهجوميه في منتهى القوه، فانت بتعقد عليها الامور اكتر. انا اصلا مش قادر اجيب اجوان ومش قادر اعمل حاجه والملعب مفتوح، وهم في منهم اللي عامل زياده عدديه عند جوني فالملعب مفتوح، ما بالك لما هو كمان بيقفل الملعب مع ضعف العام وقله شرب اللبن الحليب او الكوارع. ففي الحاله ديت انا مش قادر خالص، فما قدرناش يعني، ما قدرناش. وبعدين هي الجلابيه، لان ايه؟ تيجي تتفرج فتلاقي من اول كابتن حلمي والجهاز الفني لحد كل اللعيبه هم مش عارفين يعني يعملوا ايه. خلي بالك ده اللي انا حسيته، احنا مش عارفين نعمل ايه، ما حدش قايل لنا بره او ممرنا ان احنا هننزل نعمل ايه. خلي بالك في فرق ان انا اقول لك كلام على ورق انت ما تقدرش تنفذه، اقول لك على حاجات اعلى من امكانياتك. في الاول وفي الاخر لما تيجي تبص على الملعب تقدر تكتشف ان ما حدش بره مرنا ولا قايل لنا احنا ننزل نعمل ايه. وحتى لو حد قال لنا ننزل نعمل ايه، من الواضح ان احنا امكانياتنا مش قادره تنفذ اللي قاله المدرب. بيقول كلام على ورق انا في الملعب مش قادر انفذه، انا كقفشه مش قادر اقف استلم، لا حجمي ولا جسمي ولا قوتي البدنيه ولا انا متواجد بشكل كبير علشان اقدر اجيب مستواي، مش قادر اقف على كوره، مش قادر استلم، مش قادر اعمل حاجه. اكرم توفيق مش حتتي، مش عارف اعمل حاجه. اسلام عيسى انا برضه بحاول اعمل اللي عليا كمان، انا محلي جدا يعني، محلي مش قادر، مش قادر، يا دوب بجري وجسمي ضعيف وبحاول اعدي من واحده، بحاول اعمل بس مش قادر. وهكذا ميدو جابر، وهكذا قيس على كل الناس. يا جماعه احنا امكانياتنا مش قادرين نعمل كده. علشان كده صدقني ما تحملش اللعيبه دي، اللعيبه دي ناس قالوا لهم تعالوا. انا لو جبتك النهارده وقلت لك تعالى هوديك شركه ما اعرفش وهديك او هتروح من باب ان انت يا رب يمكن تيجي معايا، مش هتقول لا. فانا مش عايزك تيجي. احنا لازم لما نيجي يا جماعه نيجي على الناس الكبار اللي فوق، اللي ماسكين مثلا موضوع الكوره ده، اللي نبتدي نتكلم على الناس دي، هم والمسؤولين واعلاميهم، دول اللي احنا نمسك فيهم. انما احنا هنروح نمسك على شويه لعيبه زي كده قالوا لهم تعالوا العبوا فنزلوا لعبوا في امكانياتهم كده؟ لا. فريق الاردن فريق واثق من نفسه قوي، فريق عالي قوي، متمرن كويس، عنده انسجام، بيلعبوا كره سريعه، حافظين بعض، ما بيبصوش كتير، المهارات الاساسيه بتاعت الكوره موجوده عندهم، اسلم استلم اودي الكوره اشوط كويس اعمل اوفر كويس، الحاجات البسيطه الاساسيه موجوده عندهم كلهم. عندهم الجرينتا والحماس اكتر مننا. كانت مصيبه اصلا ان الناس فرحت قال لك ده هيلعبوا بالناس التانيين او البدلاء، يا ابني دي مصيبه. البديل دوت اولا هو لعيب كويس جدا، الا ان هو كمان نازل عايز يثبت نفسه عشان ينزل يلعب عايز ينزل يثبت نفسه ويقول له انا عايز انزل العب اساسي، فكان وبال علينا. شراره على ما اعرفش مين، على معوف، على البن البرازيلي. زي ما بقول لك اللعيبه كانت صعبانه عليا، لاني كنت حاسس ان ما حدش قايل لهم هتنزلوا تعملوا ايه. كانت صعبانين عليا، هننزل نعمل ايه طيب؟ ما حدش قال لي. وبعدين هوبا في الشوط الثاني بلاقي انني هوبا في الشوط الثاني كابتن حلمي بيعمل ايه؟ طبعا انا اسف برضه ان اقول يعني كابتن حلمي مدرب قليل جدا الحقيقه، قليل كمان، هو قليل او باين عليه انه قليل، يعني لا عنده فنيات ولا جرينتا. ما هو انا اخد من مدرب ايه؟ لو ما خدتش منك فنيات عاليه قوي اخد منك جرينتا زي حسام حسن مثلا. ممكن ما اخدش من حسام حسن فنيات عاليه قوي، لكن اخد من حسام حسن جرينتا على الخط انا ممكن اكون محتاجها قوي. ممكن التنطيط على الخط واللي اقعد اعمله على الخط، وان انا زي اللي كان بيعمله حسن شحاته. فلا كده ولا كده، لا كده ولا كده. كميه زربيح بقى،
ذو فرص. يعني هوبا على طول الدقيقه 3 هجمه على طول والمدافع بيغلط بص الدقيقه 3 هجمه على طول، الدقيقه 5 واحده من عرضيه ويخش يحطها بدماغه، الدقيقه 6 تسديده من بره ال 18. انا خلي بالك انا عايز اقول لك مفيش فرق في الدقائق. الدقيقه 7 تسديده من ناحيه اليمين اللي هي اتحطت له ناحيه يمين والكره اتنططت قدامه وقام عاملها. بقول لك احنا ما كناش لاحقين. الدقيقه 16 لقينا رأسيه كده من الونش، رأسيه كده من الونش كده، حاجه كده هو قلنا يعني يا رب ان احنا شفنا الجون بتاعهم. في الدقيقه 16 في الدقيقه 18 كانوا ترجموا كل الهجمات اللي عملوها ديت لجون. محمد ابو حشيش، محمد ابو حشيش كل لما تبص عليها في ال 18 من الاول طبعا اللي كان مدربكنا جدا كميه السرعات الرهيبه اللي عندهم. اللعيبه عندها سرعات رهيبه جدا مع حاله تركيز عاليه، حاله من التركيز مع كميه سرعات رهيبه مع تحركات. فانت نفسك واقف متدربك وانت امكانياتك قليله، فانت متدربك مش عارف مين بيودي على فين، مين اغطي على مين ولا مين. مفيش التزام بالمراكز عند اللعيبه بتاعت الاردن، كله بيتحرك وكله بيجري وكله بيفضي مكان وكله بيلعب. حتى لما تيجي تتفرج على الجون الاولاني اللي جه فينا اللي هو اتلعبت عرضيه فاللعيب دخل حطها بشماله، لما تيجي تتفرج على الكوره دي هتلاقي ايده جايبه ومعاه اكتر من واحد واقفين هما بيتفرجوا بس. وانا عايز اقول لك ليه بيتفرجوا، انا بنقلها لك بحس الملعب. ليه اللعيبه كانت واقفه بتتفرج؟ لان اللعيبه كانت واقفه اولا امكانيات قليله مع حاله من عدم التركيز، مع احساس بيجي لك في لحظه ان انت بتلاعب فريق قوي اقوى منك. الشعور ده تلمسه لو انت لعيب كوره او لعبت كوره، تبقى حاسس ان انت بتلعب فريق اقوى منك، فبيجي لك حاله من حالات التوهان مع فريق بيعمل كل حاجه في الكوره. فهم كانوا واقفين بيتفرجوا على الكوره وبتخش فيهم. الدقيقه 27 والدقيقه 32 والدقيقه 33 عايز اقول لك ان اسلام عيسى ابتدى يظهر. يعني اسلام عيسى اتحطت له واحده في ال 18 نزلت له كده في ال 18 والجون اهو، مفيش فرق. يعني هو بعد ال6 ياردة مفيش، الكره نازله من فوق لتحت فاسلام عيسى بياخدها من تحت لفوق. يعني عارف ايه؟ هوبا هوبا. برضه مش هعتب على اسلام عيسى، برضه مش هعتب عليه. قالوا له العب تعالى لعب، انا مش هعتب على اسلام عيسى، كواليتي لعيب هو كده. كرة في منتهى السهوله طبعا. يعني مع اي انسان طبيعي اتمنى اشوفه. يعني بقيت بقى بالنسبه لي الحاجات ديت يا جماعه حاجات بعيده قوي عليا، والله بكلمك بجد. ان مثلا الكره تجيلي فاحط بطن رجلي فيها واكتمها صح لانها جايه لي من فوق، الكره جايه من فوق خلي بالك. يعني احتمال اول ما تنزل هتعمل بنده في الارض هي اوريدي هتترفع، عشان تعملها لي من تحت لفوق دي راحت في السماء. فان انت بس يبقى عندك التالنت ان هي والكره نازله اكتمها ببطن رجلي واحطها في الجون. لكن مش هلوم عليك برضه يا اسلام، مش هلوم عليك برضه يا اسلام. محلي وقالوا لك تعالى العب دولي، هلوم عليك ليه؟ وفي اسلام عيسى عدى بواحده من ناحيه الشمال، جري كده وكارك بجسمه الصغير وعدى، والحمد لله. كانت كرة بالنسبه لي حاجه اسطوريه ان لعيب عندي يقدر يخش ويعدي من لعيب في الاردن ويكسر، ولكن في الاخر محليته طفحت عليه على طول. ليه بقى؟ ما تستوعبش من اللعيبه الامكانيات القليله انها تعمل لك 2 أو 3 ورا بعض. هفهمها لك. اللعيبه المحنكه او اللعيبه الثقيله او اللعيبه اللي متاسسه صح ممكن يعمل لك 3 في 1 او 2 في 1. يعني ايه؟ بيبقى عنده الثقه بالنفس والاتزان النفسي والعصبي ان انا اعدي من واحده وابقى متزن برده ومركز ان انا اعمل لك الثاني او الثالث. لكن احنا عندنا لما بيعمل واحده بيفرح، او لما بيعمل واحده مبقاش مصدق نفسه فالثانيه بتطلع منه بايظه. الراجل عدى، الاثنين بيجروا يقطعوه. الرؤيه هنا بعيني على طول ان انا احط لمين؟ للي جاي صدره واللي جاي قاطع، ولازم تتحط متركزه. حط الكره ورا اللي ورا الاثنين لعيبه اللي قاطعين له وشهم، حطهم ورا. اسلام عيسى برضه شاط واحده من بره، عدى وعمل فنت وكان عايز يعمل واحده ار2 وجت في ايد الجول. امكانيات لعيب برضه، امكانيات لعيب. الحاجات دي في اي مكان بترشق في الجون. امكانيات لعيب جت في ايد الجون سهل. دي 40 شراره اللي كان مولعها بقى. شراره كان مولعها. يعني محمد ابو حشيش كان عامل كل حاجه وشراره ده كان عامل كل حاجه. شراره حط واحده يا جماعه، حط واحده. عارف انت لما جه في الجون الاول اللي هو ايه واحنا نازلين، تحس منتخب الاردن عايز يقول لك ايه يا ابني انت مالك نازل شادد حيلك ليه انت؟ لا انا هعمل معاك. فادالك الجون الاول عارف بس تكمل فين؟ جه شراره قال حط لك ريح ورق، اثبت عندك يا ابو قلو، اقعد خلاص بخلص الماتش. الكره اتحطت للواد هناك من مرتده، الولد عدلها على شماله، حاجه بقى بتاعت محمد صلاح بقى ايام زمان بقى 2017 و2016 والكلام ده. قام عادلها على شماله وقام حاططها تروح في البعيده تاخد العارضه باليارد وتخش في الجون.
الله عليك يا شراره. هدف لما تقف تبص له، بالنسبه لنا احنا، انا بقول بالنسبه لي انا، فانا بقف ابص له انت اكيد من عالم تاني، جيت الدنيا ازاي ومنين انت جاي؟ اكيد، لان انا دي ما بقدرش اشوف الحاجه دي عندي. انا عندي لو حد عمل كده اصلا اساسا، اساسا لو اتعملت مرتده واتثبتت صح وعدلت على شمالك، انا متاكد ان هي في السماء او في حته بعيده، فانت اكيد من عالم تاني، مع ان دي حاجات عاديه جدا. الشوط الثاني زي ما بقول لحضرتك، نزل النني. ابتدى كابتن يعني ايه، عامل برضو حاجه غلط تاني كابتن حلمي طولان، بيقول لك فنيات قليله. طيب انت كنت منزل قفشه عشان انت عايز تكسب، علشان على الورق، هو صانع لعب، على الورق على الاقل بغض النظر عن الامكانيات هو صانع لعب، انت نزلته. بعد كده تم التخلي عنه خالص، وقال لك هننزل النني. ليه هتنزل النني؟ احنا عايزين نكسب، احنا مغلوبين 2. قال لك لازم نامن نفسنا قوي يا جماعه. كابتن حلمي بيقول للعيبه بتاعته لازم نامن نفسنا. امن نفسي انا مغلوب 2؟ ايوه، عشان ما يخشش فيها 4 و5 و6. منظري وحش لو رجعت، منظري وحش، حسوا بيا يا كابتن، بس احنا عايزين نكسب. تكسب مين يا ابني؟ يعني هنضحك على بعض؟ مش هنكسب ولا حاجه. اطلع قفشه يا كابتن، مش هنكسب، اطلع. منظري وحش لما انزل. خلوهم كده ننزل بالنني، وعلى اساس ان النني دوت هو ايه، عامل الامان القوي جدا. اللي هو عامل امان، ولا هو صمام امان، ولا هو اي حاجه خالص. يعني ما عندوش اي حاجه. وشاط واحده في الدقيقه 47، النني كان بره 18، ما فيش حد معاه، ما فيش حد ضاغط عليه خالص. لعب في الارسنال، لعيب كان مهم جدا. الكوره، حط الكوره ابعد ما يكون. يعني 3 خشبات ايه، 3 خشبات يا جماعه. تيجي كده، تيجي فوق العارضه ماشي، انما معقوله تتشاط كده؟ صعبه جدا يعني. عوده الفخوري جاب حته الجون اللي هو اتلغى، الهدف الثالث في الدقيقه 49 لما داس وضغط ورجع الحكم للفار رجعها. الهدف ملغي، لكن جمال الهدف ايه؟ وهو راح عند الجون وجميع زوايا الرؤيه تقريبا مقفوله، تحس ان انت وانت داخل معاه، انا بقول انت هتعمل ايه؟ ما هو بسام طالع قافل لك اللي مش هتعرف تعملها حاجه. لكن الولد في دماغه ايه؟ والثقه بالنفس بقى، وان انا لعيب عالي اصلا وقادر اعمل دي. عملت شبايه من فوق، كانت سهله قوي وجميله وشيك قوي. زعلت من اتلغى على فكره الهدف. انا زعلت، الشبايه كانت ولا اروع. حسام حسن جات له واحده، الجون اهو، والكره نازله له كده، واريحيه شديده جدا من حسام حسن. وقام شايل الكوره، هي عايزه السنس. طب فين السنس طب فين السنس؟ قام عاملها كده اهو، مطلعها. مفيش حاجه، سهله جدا انها تتجاب، يا دوب بس ممكن توجه بدماغك وتركبها تحطها بس صح. انت عايزه تحطها صح، يبقى عندك الاحساس. لكن احنا ما عندناش لا احساس ولا عندنا اي حاجه خالص. صلحها بقى مروان حمدي، واحده من بره حطها بشماله في الدقيقه 54، جت في العرض. كلها كانت حاجات ايه، عايز اقول لك ان الحاجات دي اللي هي مدروسه، ولا هي كانت كور، ولا هي كانت هجمات، ولا هي جمل، ولا حاجه خالص. بالعكس، ده كانت هوبا هوبا هوبا، بواحد بيلاقيها في رجله، مروان لاقيها في رجله وحاططها بشماله وقامت جت في العارضه مثلا. يعني دي الكوره بتاعت مروان جت في العارضه، مروان شاط واحده ثانيه. سيبك من الكلام ده كله، لان ايه، هم بالنسبه لهم راحوا بينا اكتر من مره، حتى لحد ما جه الجون فينا الثاني راحوا بينا اكتر من مره. بعدين عايز اقول لك حاجه، الشباب بتاعت الاردن وصلوا للمرحله بقى اللي هو ايه، ما بقاش عايز حاجه ثانيه من الماتش. خلاص، ما بقوش عايزين. الشغف فعلا وصلوا لمرحله ان الشغف قل، وبقينا نلعب للفرديات والنفسيه. يعني اللي هتجيله الكوره هيمسكها بقى خلاص، عايز ارقص واحد. عايز ليه؟ انا متاكد ان الفرقه اللي قدامي مصر مش هتجيب، عمرها ما هتسبب خطوره عليا. عايز العب لنفسي للشهره شويه، فانا بقى تيجي له الكوره بقى يلعب للشهره. خلاص. ما كان على فكره لو كانوا مصممين وعايزين كان ممكن يجيب اكتر من كده بكتير، بس مش عايزين. خلاص، انا عايز العب للشهره بقى، وعايز اخلص الماتش حلو علينا قوي كده. اتعشت يا رجاله، لم الورق، الدنيا حلوه. في كوره الواد راح بيها، دخل عليهم، كان معاه 2، عمل كده وقام رجع لاممهم الاثنين كده، وقام واقف عليها وحاططها بشماله من بره. عايز اوريك بس ان هم كانوا بيعملوا حاجات في الكوره، حتى في الثنائيات او في الفرديات، حاجات عاليه جدا. الى ان جه الهدف الثالث من ضربه الجزاء بتاعت ياسين مرعي. والراجل ده حتى ضربه الجزاء فيها معلمه. معقول؟ والله. ليه بقى؟ الولد واقف فين؟ واقف تحت الكوره. الواد واقف تحت الكوره، اللي هو راح باعد 30 متر ولا راح يشوطها من عند بيته، وقف تحت الكوره يمكن خطوه 2. وده ان ده اللي يدل على الثقه. يعني هو داخل، كنت انا عندي احساس كبير جدا انه هيجيبها. ليه؟ الوقفه وقفه واحد عارف داخل يشوط ضربه جزاء ازاي، وعارف هو داخل يعمل ايه. حط الهدف الثالث، شكرا، انتهت القصه وانتهت الحاجات. طيب اسمحوا لي اخد الحته ديت برضو، هي مش بتاعتي لكن هاخدها، لانها برضو انا من انصار اسلام مهدي في الحته ديت، من انصار في حته التكتيك. انا لا اعتقد، يعني لا اعترف اطلاقا بان ممكن تجيب لنا محللين اداء
رغم ان انا بحب احمد عز جدا، شكله محترم على الصعيد الشخصي وحد جميل يعني محترم قوي، لكن انك تقول لي تكتيك لمنتخب، يعني تعالى كده قول لي النهارده مثلا لو انت جبت احمد عز اللي يطلع النهارده يتكلم على التكتيك بتاع منتخب مصر اللي لعبت بيه، هيقول ايه؟ هيقول ايه على التكتيك؟ مفيش اي حاجه تتقال. يبقى حتى عيب انا مش هقدر اسمعه، انا هو بقى عارف انا غصب عني، هو قالها قبل كده، قال الناس مش هتقدر تسمعنا بعد مطوشه زي كده، غصب عننا نسمعك ازاي؟ فين هو التكتيك اللي انت هتسمعوني؟ تكتيك ايه يا راجل اللي انت هتسمعه؟ تكتيك بوم. انا زعلان، بعيدا عن الهزار، انا زعلان ان انا اشوف منتخب بلادي، منتخب مصر، ده الشعور ده عند اي واحد من اي دوله، انك تشوف منتخب بلدك بيطلع، انك تشوف منتخب بلدك. على فكره هي المشكله مش في عدم الصعود، المشكله في الاداء ده، المشكله في الاداء ده، وفي ظهورنا بالمستوى ده، ظهورنا بالمنظر ده. اعلاميين هم احد اهم الاسباب اللي احنا وصلنا له ده، اللي كانوا بيطلعوا بعد النهارده بعد الماتش يقول لك هم احد اهم الاسباب اللي وصلنا ده، هم انعكاس، بس انعكاس مزيف للي موجود ورا الكواليس واللي هم ما بيقولولناش. هي مجرد الا انها صدقني والله مصالح عامه بتتلاقى. كابتن حلمي ما بيحبش حسام، وكابتن حسام عنده مشاكل مع كابتن حلمي، طب هننجح ازاي؟ طب قلبنا على قلب الراجل الواحد ازاي بالله عليك؟ مين ينجحنا ومين؟ اتنين، واحد ماسك منتخب كبير واحد ماسك مولود، يكونوا الاثنين عاملين مع بعض كده كده، مين يصلح عندك ومين يصلح عندي، ونوقف الدوري ازاي وناخد مين من فين ونعمل ايه مع اتحاد كوره. ثلاثه كلنا قاعدين على ترابيزه واحده، الى كل من يهمه الامر، كلنا قاعدين على ترابيزه واحده. عندك بطوله عربيه، انت الاول، تعالى اديك الافضليه، عايز مين؟ وقفوا لي الدوري، عايز ناس من بيراميدز، الغي كهرباء الماتش اللي هتروح كهرباء الاسماعيليه، اديني ناس، شوف الافضل كابتن حسام. هنا هتبقى على قلب راجل واحد، وهنا ممكن تنجح، وهي الناس بتنجح كده، لكن النوايا فضاحه. السلام عليكم.